السلام عليكم. سلام عليكم. مرحبا سماحة الميرزا محمد صفار. شلونك يا رامي؟ حبيت أسلم عليك فقط. أشكرك. لماذا زوج علي ابنته لعمر أم كلثوم؟ يعني أنت ما تعرف؟ لا. لماذا؟ هاي الحادث لا صح لها. أنت جاهل، أنت معاند. مش أنا اللي قلت كده في كتاب رسائل الشريف المرتضى، قال ولا يجوز أن يدفعه إلا جاهل أو معاند. أنت جاهل، أنت معاند يا شيخ محمد. رامي، عندنا قاعدة تقول الكلام أهل البيت عليهم السلام حديثهم رواياتهم تعرض على القرآن الكريم، فلا يمكن أن يزوج علي عليه السلام ابنته من عمر. تعرف لماذا؟ لماذا؟ لأن الآية الكريمة تقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا للذين ظلموا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. نعم، فتمسكوا النار. فلماذا النبي ركن إلى عائشة؟ الله أكبر، اجلد أبو معاوية على راسه، على راسه، النبي على راسه. أن لا ما تنقنقليش هنا بالله عليك، بالله عليك يا سماحة الشيخ، ما أنت جاي تنقنق عندنا ليش بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم ركن إلى حفصة بنت عمر. لم يركن، إنما هي هدية من عمر، والنبي لا يرد الهدية. لكن النبي جميل جدا، جميل جدا، النبي لا يرد الهدية، وهذه هدية يعني ما كانش زواج. نعم هدية زواج. ولا الله أكبر، يعني بتقر أن النبي تزوجها، فلماذا النبي ركن إليها وهي زوجته؟ ما هي زوجته، وربنا جعل المرأة سكن للرجل، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. نوح ولوط كذلك تزوجا من ظالمتين. جميل جدا، بس الله سبحانه وتعالى نجى نوح ولوط وأهلك امرأة نوح وامرأة لوط في حياة نوح ولوط عليهما السلام. أما عائشة وحفصة الله تبارك وتعالى أمرهم بتبليغ القرآن والسنة، وربنا أمر النبي ألا يطلق عائشة وحفصة. كملت. النبي الله أمرهم ألا يطلقوا. ليش؟ الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يطلق عائشة وحفصة، وأمرهم بتبليغ القرآن. تمام. أولا الله سبحانه وتعالى ذم عائشة وحفصة فين؟ بدليل رواية عمر في صحيح مسلم. لا أنا بتكلم عن القرآن الآن، ما تقوليش ذم عائشة وحفصة، أنا بتكلم عن القرآن الآن، وما ردتليش على هذا الإشكال. الله سبحانه وتعالى أمر النبي ألا يطلق عائشة وحفصة، الله سبحانه وتعالى أمر عائشة وحفصة أن يبلغوا الدين، يبلغوا القرآن والسنة، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ردي لي على الإشكالين دول وبعدين تهرب إلى سؤال آخر وأنا أجيبك. لكن طريقة المعممين ما بتنفعش مع رامي لأني مروض أنت فاهم بقى البهايم. اتفضل. القرآن الكريم نعت عائشة ماليش دعوة، ما تقوليش نعت فلانة وفلانة وأجب على الأول. لماذا ربنا القرآن أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا يطلق عائشة وحفصة، ثم أمر عائشة وحفصة بتبليغ القرآن والسنة، ثم سمى عائشة وحفصة بأمهات المؤمنين؟ ردي لي على الثلاثة دول وبعدين إلقي شبهة. تمام. أولا تسمية أم المؤمنين هذا لا يكون فضلا. أنطيك مثال: 10 أولاد يداومون بالأزهر الشريف كلهم علماء، وأمهم سليطة اللسان مخ وشاتمي. يعني شنو هذا؟ دس بالمؤمنين؟ لا، هي أم العلماء ال10 اللي بالأزهر يداومون وهم. جميل جدا، هي أم من العلماء اللي عائشة أمهم؟ يعني عائشة أم لعلي. دخل أحكي. عائشة أم لعلي. تريدني أجاوب؟ ما أنا عارف. لا جاوب. عائشة أم لعلي، لا تتهرب. خلي أكمل. ما أنت قلت أم للمؤمنين أي أم للعلماء، وأنت بتقول سيد العلماء علي بن أبي طالب، فهل عائشة أم علي؟ لك يا أبا خلينا نسولف. هل عائشة أم علي لا تتهرب أمام الجمهور؟ نعم أو لا؟ تخليني أجاوب لو إن شاء الله تجاوب. هل عائشة أم علي؟ نعم أو لا؟ مش أنت قلت أم للعلماء؟ أم المؤمنين ال10 اللي يداومون بالأزهر العلماء هي مو خوش مرة. جميل جدا. هل بقى عائشة كانت أم لعلي بن أبي طالب لأنه من المؤمنين ولا من المنافقين في دين أمك؟ وإذا كانت أمه؟ أنا بس لا عايز أسمع منك أنك تقول أمام الجمهور عائشة أم علي بن أبي طالب. وين الفضيلة بالموضوع؟ ما أنا عايز أسألك، قل عائشة أم علي بن أبي طالب. باوع، أيهما أفضل، زوج النبي لو أم لعلي؟ لا قل لي الأول عائشة أم لعلي بن أبي طالب. أفضل زوج النبي لو أم لعلي، يا الأفضل.
الاثنين، زوجة النبي رقم واحد، ثانيا أم لعلي بن أبي طالب وللصحابة، أم للمؤمنين. إذا كانت زوجة للنبي فهي أفضل، ولكن يا أخي لم تستمر على ما قال النبي. طب لماذا لم يطلقها النبي؟ ما قال النبي. لماذا لم يهلكها الله في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أهلك زوجة لوط وزوجة نوح؟ لماذا طلق نوح ولوط زوجاتهم؟ طلقوا؟ الله أهلكهم وأبقى دعوة لوط ودعوة نوح، فلماذا لم يهلك زوجات النبي كما أنت تقول؟ أعطيني دليل، ليش ما طلق نوح ولوط؟ لماذا لم ما ربنا أهلكهم في حياة لوط ونوح ليكونوا عبرة، وذكر ذلك في قرآن يتلى على أمة محمد بعد موت لوط ونوح بعد موتهما بآلاف السنين. لكن في أمة محمد القرآن ده أثنى على زوجات النبي في 6 مواضع. تحب أقرأهم عليك من القرآن الكريم؟ انتبه عليه، انتبه. الله سبحانه وتعالى اختبر النبي صلى الله عليه وآله بعائشة وحفصة، ولهذا قال ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، تصدر المرتبة الأولى. يعني طب استنى، هات لي دليل من القرآن ان ربنا اختبر النبي في عائشة وحفصة. اتفضل. اسمع النبي صلى الله عليه وآله يقول ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وآله من ابنتي فاطمة أوذي من ابنتي فاطمة في دينك أنت، في دينك أوذي من ابنتي فاطمة لأنها كانت عايزة بتتكشف عياذا بالله للرجال في دينك، كما في كتاب بحر الأنوار للمجلسي. وعلي بن أبي طالب يقول اذهب لزوجتي فإنها إليك مشتاقة، وهو جالس في السوق. فكان أوذي النبي صلى الله عليه وسلم في دينك من فاطمة رضي الله عنها. وبعدين في دينك كما في بحر الأنوار أيضا النبي كان يرسل الرجال إلى فاطمة لينظروا إليها وهي تصلي حينما يرون النور يخرج من غرفتها. فالنبي أوذي من فاطمة في دينك وليس من أزواجه. ما خليك تهرب والله. هاي أنت مش عارف تجاوب على ال3 أسئلة اللي سألتهم والجمهور شايف. لماذا الله تبارك وتعالى لم يأمر زوجة لوط ونوح بتبليغ دين لوط ونوح، وأمر عائشة وحفصة رضي الله عنهما بتبليغ القرآن والسنة؟ لماذا الله أهلك زوجتا لوط ونوح عليهما السلام؟ لوط ونوح أهلك زوجة امرأة لوط وامرأة نوح ولم يهلك أزواج محمد صلى الله عليه وآله وسلم في حياته. لماذا الله أمر النبي ألا يطلق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا سمى الله تبارك وتعالى أزواج محمد بأمهات المؤمنين ولم يسمي زوجة لوط وزوجة نوح بأمهات المؤمنين؟ تلك 4 أتحداك أمام الجمهور أنك تجيب عليها. يجب على السؤال الأول، لماذا أمر الله تبارك وتعالى عائشة وحفصة بتبليغ الدين؟ تفضل. أولا تعتذر أمام الجمهور. أعتذر أمام الجمهور. أنا اعتذرت أمام الجمهور. تفضل بقى، لماذا الله تبارك وتعالى أمر عائشة وحفصة بتبليغ الدين؟ لأنك طعنت بالسيدة فاطمة. لا في دينك، ده أنا بصف دين الشيعة. وهل أنا أطعن في فاطمة؟ كيف؟ هذا من غبائك. ده أنا ابنتي اسمها فاطمة، لم أرزق إلا ببنت واحدة وسميتها فاطمة على اقتداء ببنت النبي صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله أن يجعلها كبنت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أنا كنت بصف دينك لا تسوي مظلومية لتهرب، فأنت تعرف أني أفهم طريقة المعممين. أرجع وأسألك تاني، لماذا الله أمر عائشة وحفصة بتبليغ الدين؟ على ابنته آذتك وخانتني. طيب لماذا أمر الله تبارك وتعالى عائشة وحفصة بتبليغ القرآن والسنة؟ تفضل. لا دي تعملها في الحمام. أرجع أسألك تاني، لماذا بلاش السؤال ده، لماذا أمر الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم ألا يطلق عائشة ولا يطلق حفصة؟ تفضل. أنت من تهرب، أنا عارفك. لماذا؟ ما أنا باين خالص إن أنا بهربه. لماذا أمر الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم ألا يطلق عائشة وحفصة؟ اتفضل. خلينا نسولف. لا أنا بقول لك أنا صياد المعممين، أنا أعرف المعمم بيحب يهرب ويراوغ ماذا يفعل. أرجع وأسألك تاني أمام الجمهور، لماذا أمر الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم ألا يطلق عائشة وحفصة؟ رامي خل أفيدك بشغلة. أنت مو صياد المعممين؟ أو لا صياد الجرذاء. اتفضل. لا المعممين. نعم هم المعممين. تعال وين يعجبك، بأي منطقة؟ أعوذ بالله لا أجيك يا عم، أعوذ بالله، لا أنا لا أصاحب معممين. لكن أنا أرجع يا عم، ما تجاوب بقى يا عم، أجيك يا عم. هو السؤال محتاج أجيك وتجيني؟ ان شاء الله انت روح عند سيد عمود وانا هروح المسجد الحرام ان شاء الله، وانت طوف حول السيد عمود وبعدين اقفز وانا ان شاء الله اطوف حول الكعبه. ارجع واسالك تاني، سماحه الشيخ الميرزا محمد الصفار اللي كل ما اتصل عليك تسب في عرض النبي صلى الله عليه واله وسلم، سالتك سؤال، لماذا امر الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا ان تبدل بهن من ازواج الا يطلقهم؟ لماذا امر الله ازواج النبي بتبليغ القران والسنه؟ ولماذا سمى الله تبارك وتعالى امهات المؤمنين
ازواج النبي بامهات المؤمنين. اجب على الثلاثه دول. يلا. انت مو تقول انا صياد المعممين. يا عم اجب بقى، وانت ليه بتخاف؟ لا لا، انت مو تقول انا صياد، اريدك تثبت على كلامك اذا انت رجال. طيب اريدك انت بما انه صياد واجهني. طيب انا هسالك سؤال وتجاوبني. هل انت تقبل اني اتزوج ابنتك؟ شوفني، تقبل ان اتزوج ابنتك؟ انا ما عندي بنات مع الاسف. اتزوج أنا بنت أريد اختك، اتزوج بنت يا ريت اختك، تشوف لي. اتزوج بنت اختك، تقبل ذلك عياذا بالله؟ ما عندي لا ايه ده؟ بنات، ما عندي. سبحان الله. وانت ايه يا عم؟ مولود من قردة؟ ايه يا عم؟ ابوك شمبانزي وامك قردة؟ ايه يا عم انت ما عندكش اخوات ولا عندك؟ سبحان الله. امال انت كرم علينا. اعوذ بالله. ما انت صوتك باين عليك فعلا. مين اصلا اللي يقبل بيك؟ ارجع واسالك تاني. الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن. لو امامك يا محمد صلى الله عليه وسلم امراه جميله تقيه نقيه، لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج. لا ينفع تطلق واحده وتتزوجها ولا تطلق هؤلاء. اجبني ليش؟ رامي امان الله، اذا اشوف لي واحده مصريه. اعوذ بالله. لا والله انا ممكن اشوف لك كلبه. عندنا في مصر عندنا كلاب اسمها كلاب بلدي، بناكلها عظم، بنرمي لها اكل، بتقفز عندنا في المزابل تقفز في القاذورات. فممكن اشوف لك واحده هي دي تليق بيك والله يا شيخ محمد. بس انا خايف حتى الكلبه ما توافقش، يعني تشوفك كده وتسمع. الله المستعان. ده انت حتى الكلبه ممكن ما توافقش. خلينا نرجع بقى. لماذا الله تبارك وتعالى قال وازواج امهاتهم ولم يقل على زوجة لوط وزوجة نوح ذلك؟ لا والله بعد لا ما ناقشك، لا ما ناقشك طيب. بعد، لانه انت ليه بعد ما تناقشني خلاص مش هشوف لك كلبه. خلاص تعال هشوف لك قرده. تعال بقى اشوف لك قرده كده صغيره في حديقه الحيوان واجيبها لك. ارجع يا شيخ محمد. اجبني بقى يا شيخ محمد. لماذا الله قال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه؟ يلا نروح هسه بعدين، يلا روح عندي شغل. عندك شغل؟ هرب وسكر. هذا المعمم الخسيس مشهور جدا بالطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وانا بجيبه كل مره عشان ادعاسه واكشفه. وكما رايتم كلامي كله من القران الكريم. هؤلاء لا يوجد عندهم قران ولا يتكلمون من كتاب الله تبارك وتعالى. يعني هؤلاء المعممين كما ترون لا يتكلمون لا من القران ولا يعرفون شيئا عن القران الكريم. حسبنا الله ونعم الوكيل.